طلبة تانية إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بنكمل مع بعض شرح وتبسيط منهج العلوم تانية إعدادي الترم الثاني. خلصنا شرح الوحدة الأولى وتبسيطها الحمد لله بأفضل شكل، وبدأنا في شرح الوحدة الثانية. شرحنا الدرس الأول في الوحدة الثانية والدرس الثاني، والنهاردة بقى إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث في الوحدة الثانية اللي هو بيكلمنا عن انعكاس وانكسار الضوء. وبصراحة الدرس ده في طلبة شايفة إن هو صعب، ولكنه درس بسيط وهنفهمه وهنستمتع بيه مع بعض بإذن الله. وهو مش بس مفيد عشان تاني اعدادي، لا ده مفيد عشان تالتة اعدادي، لان في حاجات من اللي هنقولها النهارده هناخدها تاني ان شاء الله في تالتة اعدادي. خلاص. طبعا في طلبه من تانية اعدادي شايفه زعلانه ان احنا بنهتم بطلبه تالتة اعدادي وبننزل لهم فيديوهات كتير وحل كتير واسئله كتير، عشان بس تالتة اعدادي شهاده، وانتوا ان شاء الله السنه اللي جايه او يعني الترم اللي جاي بقى لما تبقوا في ثالثه اعدادي برضه هنهتم بيكم زي ثالثه اعدادي بالظبط، عشان انتوا هتبقى ثالثه اعدادي خلاص بقى. خلاص، عشان يعني هي شهاده ومهمه وكده. خلاص. طيب عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، بس اذنك تدوس لايك للفيديو ده عشان يوصل لاصحابك. وطبعا لو حابب يوصلك المراجعات اللي هنزلها لثانيه اعدادي والشرح المبسط لمنهج العلوم وانت في ثالثه اعدادي ان شاء الله، فاشترك بالقناه عشان يوصلك الكلام ده اول باول. ودلوقتي تعالوا بينا نبدا في شرح الدرس الثالث من الوحده الثانيه، ونعرف يعني ايه انعكاس وانكسار الضوء والكلام الجميل ده. دوس لايك للفيديو ويلا بينا. طيب دلوقتي يا حبايبي، في الدرس اللي فات احنا قلنا معلومتين مهمين جدا. اول حاجه قلناها ان الضوء لا ينفذ من الاجسام المعتمه. يعني لو انا عندي جسم معتم كده اهو زي طالب تاني اعدادي مثلا، وانا نورت عليه ضوء، هل الضوء ده هينفذ من الجنب الثاني وهشوفه الجنب الثاني؟ طبعا لا. يبقى الضوء يا حبايبي لا ينفذ من الاجسام المعتمه، اللي هي يعني الاجسام اللي مش شفافه، واحنا فهمنا يعني ايه جسم معتم. زي مثلا ده، زي الجلد، زي يعني اي جسم معتم اللي هو لا ينفذ الضوء من خلاله. دي حاجه احنا قلناها في الدرس اللي فات وما قلناش حاجه جديده لحد دلوقتي في الدرس ده. كمان يا حبايبي قلنا في الدرس اللي فات ان الضوء بيسير في شكل خطوط مستقيمه. يعني الضوء يا جميل بيكون في شكل خطوط مستقيمه كده اهو، مش بيلف ويدور كده، لا غلط. الضوء يا جميل او موجات الضوء يا جميل بتكون في شكل خطوط مستقيمه زي ما انت شايف. يبقى دول حاجتين احنا قلناهم الحصه اللي فاتت. اول حاجه قلنا ان الضوء بينفذ في شكل خطوط مستقيمه، مش بيلف ويدور. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا جميل ان الضوء لا ينفذ من الاجسام المعتمه زي طالب تاني اعدادي. خلاص. يعني انا لما انور الضوء كده هنا، الضوء مش هيطلع من هنا عشان ده جسم معتم. ولكن يا حبايبي هلاقي ان الطالب ده اتكون في الجنب الثاني، حاجه كده اهو. تقول لي ايه اللي اتكون ده بقى؟ اللي اتكون في الجنب الثاني يا جميل اللي احنا بنقول عليه الخيال بتاعه، الظل بتاع الطالب ده. يبقى كده يا جميل في الجنب الثاني، في الجنب الاخر بيتكون الظل بتاع الجسم المعتم. صح ولا ايه؟ وانت كده اعملها، هات قلم او هات حاجه ونور عليها من الجنب ده، هتلاقي انها في الجنب الثاني اتكون الظل بتاعها. دي حاجه احنا عارفينها وانتوا بتلعبوا بيها كتير يعني من زمان. اتفقنا يا حبايبي؟ طيب ده ايه ده واحد ميت؟ لا ده مش واحد ميت، ده الخيال بتاع الشخص ده، بتاع الجسم ده. اتفقنا؟ طب هو ايه بقى يعني ايه المشكله بقى او ايه السؤال في الجزء ده عشان برضه نبقى فاهمين احنا بنشرحه ليه اصلا؟ هنا يا جميل ممكن سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك يتكون ظل للاجسام المعتمه. ليه في ظل بيتكون؟ الظل اللي هو الخيال بيتكون للجسم المعتم، علل اشمعنى؟ فانت تروح قايل له الحاجتين اللي احنا قلناهم. هتقول له حيث ان الضوء ينفذ في شكل خطوط مستقيمه ولا ينفذ من الاجسام المعتمه. يبقى هتقول له حاجتين. اول حاجه ان الضوء يسير بيمشي في شكل خطوط مستقيمه زي ما انت شايف، ولا ينفذ من الاجسام المعتمه، فيتكون في الجانب الاخر ظل للجسم في نفس هيئته، في نفس شكله. خلاص. فانت بقى اوعى تخاف منه، خلاص، عشان ما تبقاش بتخاف من خيالك. دي كده معلومه في الاول يا جميل بنفتح بيها الدرس بتاعنا. دلوقتي بقى بيقول لك ان في مفاهيم او كلام مرتبط بالضوء. يعني في حاجه يا جميل اسمها انعكاس الضوء، وحاجة تانية اسمها انكسار الضوء. ايه بقى الفرق؟ ويعني ايه كلمة انعكاس الضوء؟ ويعني ايه كلمة انكسار الضوء؟ هو بقى ده موضوع الدرس الجميل بتاعنا.
تقول لي يعني احنا لسه ما شرحناش؟ لا احنا شرحنا كتير، واللي احنا قلنا ده بيجي في الامتحان كتير، فخد بالك. خلونا نبدا نتكلم عن انعكاس الضوء. مبدئيا يا حبايبي، ظاهره انعكاس الضوء دي بتفسر لينا حاجات مهمه جدا في حياتنا. يعني مثلا يا حبايبي، لما يكون في مطره في الشوارع، وانت في مطره، في ميه كتير في الشوارع نتيجه المطره او ايا يكن، لو انت بصيت في المطره دي او لو بصيت في البحر اللي جنبه اشجار، هتشوف في البحر صور الاشجار، صح؟ هتشوف صوره الاشجار في البحر، وهتشوف صوره العماير او العمارات اللي جنب البحر او الميه دي. ده بسبب ايه؟ بسبب انعكاس الضوء. هو يعني ايه انعكاس الضوء؟ هو احنا ازاي اصلا بنشوف الاجسام وبنشوف الحاجات ازاي؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ مثلا يا جميل، لو عندي شجره، دي كده شجره اهي، وفي جنبها يا جميل بحر. انا بقى كطالب تانية اعدادي، لما ابص دلوقتي كده في البحر اللي جنبه شجره، هشوف ايه؟ هشوف مين؟ هشوف واحد صاحبي؟ لا، اكيد هشوف الشجره دي، صح ولا ايه؟ هشوف صوره الشجره دي. طب ازاي ده حصل؟ اللي حصل بكل بساطه ان الاشعه الضوئيه اللي جايه من الشجره وسقطت على البحر او الميه بتاع البحر انعكست على عيني، فلما انعكست على عيني فانا شفت بقى صورة الشجرة في المية. وهو ده بقى معنى كلمة انعكاس الضوء. تاني، انا دلوقتي بصيت في البحر، شفت صورة الشجرة اللي جنب البحر. ازاي ده؟ عن طريق ان الاشعة اللي جاية من الشجرة دي لما سقطت على مية البحر انعكست على عيني، فانا شفت بقى صورة الشجرة هنا. يبقى كلمة انعكاس الضوء يعني ايه؟ كلمة انعكاس الضوء يا حبايبي بتيجي في الامتحان يعني رجوع مين؟ رجوع الأشعة الضوئية عندما تقابل سطحا عاكسا. يعني يا جميل، كانت أشعة الضوء ماشية كده أهو، راحت راجعة تاني، ارتدت تاني. يبقى انعكاس الضوء يعني ارتداد. ارتداد يعني رجوع الأشعة الضوئية، بترجع فين؟ إلى نفس الوسط. يعني إيه إلى نفس الوسط؟ إلى نفس الوسط يا جميل، يعني إلى نفس الجنب اللي كانت فيه، الجنب ده. خلاص؟ امتى الكلام ده؟ في اي وقت وخلاص؟ لا، عندما تقابل سطحا عاكسا. لما تقابل سطحا عاكسا زي الميه او زي المرآة او اي سطح عاكس. ماشي يا جميل؟ بس ده معنى كلمة انعكاس الضوء. خلاص، انت مع الكشاف، نورت الكشاف في المراية، فالاشعة دي هترتد من المرآة في نفس الجنب، فده معنى كلمة انعكاس الضوء. تعالوا نعمل تجربة كمان تفهمنا اكتر انعكاس الضوء يعني ايه. بص يا جميل، انا معايا دلوقتي ده كده سطح عاكس، سطح عاكس مرآة يعني، خلاص دي كده مرآة. ومعايا يا جميل مصدر ضوء، مصدر نور. خلاص، فمصدر الضوء ده يا جميل هنور بيه، معايا كشاف يعني، انا هنور الكشاف ده على المرآة. فاللي هيحصل يا جميل ان في اشعة ضوئية هتسقط من الكشاف على المرآة. الاشعة دي يا جميل او الشعاع ده بالتحديد هسميه الشعاع الضوئي الساقط. يعني ايه بقى الشعاع الضوئي الساقط؟ الشعاع الضوئي الساقط زي ما انت شايف ده خط انا عامله، خط مستقيم بيعمل ايه؟ يمثل الحزمة الموجات الضوئية، يعني شوية الموجات الضوئية اسقطها على السطح العاكس، بتسقط على السطح العاكس وبتلمس السطح العاكس في نقطة كده، اللي هي النقطة دي اسمها نقطة السقوط. خلي بالك عشان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. يبقى الشعاع الضوئي الساقط ده خط مستقيم يمثل الاتجاه مين؟ الاتجاه انتشار الموجة الساقطة اللي بتسقط، اتجاه انتشار الموجات او الموجة اللي تسقط على السطح العاكس وبتلمسها عند نقطة السقوط. ده تعريف انا حبيت افهمه لك عشان بيجي في الامتحان يقول لك يعني ايه الشعاع الضوئي الساقط، فانت تقول له ده خط مستقيم بيعبر عن ايه؟ يعني بيمثل ايه الخط ده؟ يعني بيمثل خط او بيمثل اتجاه انتشار الموجات الساقطه، ساقطه فين؟ على السطح العاكس وتلامسه عند نقطه، اللي هي النقطه دي اسمها نقطه السقوط. ماشي يا جميل؟ طيب دلوقتي كده الشعاع ده لما بيسقط ايه اللي هيحصل ليه؟ لما في ضوء بيسقط على المرآة قلنا لسه قايلين بيرتد يعني بينعكس، بيرجع تاني. فلما ينعكس هسمي الخط اللي هو انعكس بيه ده يا جميل الشعاع الضوئي المنعكس. والشعاع الضوئي المنعكس ده خط مستقيم زي ما انت شايف، خط مستقيم زي ما انت شايف اهو، بيمثل مين بقى؟ بيمثل اتجاه انتشار الموجات الساقطة ولا المبتعدة؟ طبعا المبتعدة عن مين؟ عن السطح العاكس، وبتلمسه فين؟ عند نقطة السقوط. تقول لي هو انا مش فاهم حاجة.
هقول لك الموضوع بسيط وسهل جدا جدا. انا يا جميل معايا مرآة زي دي مرآة خلاص. فالمرآة دي اهي، ورحت جايب ضوء كشاف او ضوء ليزر، تمام، ورحت منوره على المرآة دي. فاللي حصل ان الشعاع اللي ساقط ده بسميه الشعاع الضوئي الساقط، لما انعكس ارتد كده هو هسميه الشعاع الضوئي المنعكس. الموضوع اسهل من السهوله وبسيط جدا جدا، ما تصعبش الكلام على نفسك. خلاص يا جميل. طيب انا بقى يا جميل بالمسطره بتاعتي هروح عامل خط كده اهو. انا الخط ده خط انا اللي عامله، خط مش موجود، انا اللي عامله بالمسطره، عامله عمودي على السطح العاكس. الخط اللي انا عملته عمودي على السطح العاكس ده جميل هسميه العمود المقام. ليه العمود؟ عمود عشان هو عمودي بيعمل زاويه 90 مع السطح العاكس. مقام منين؟ مقام من نقطه السقوط، النقطه دي اسمها نقطه السقوط. خلاص. طيب وبعدين استفيد ايه؟ استفيد يا جميل بقى كلام مهم قوي ركز فيه. دلوقتي شايف الزاويه دي؟ الزاويه دي اللي هي الحته دي، يعني اللي هي ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. الحته دي يا جميل هنسميها زاويه السقوط. هنسميها مين؟ زاويه السقوط. هي ليه سميناها زاويه السقوط؟ عشان هي ما بين الشعاع الضوئي الساقط اللي بيسقط والعمود المقام بس. يبقى يا جميل ما هي زاويه السقوط؟ بتيجي في الامتحان، دي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط. اما الزاويه دي يا جميل الحته دي اللي هي محصوره ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام، فهنسميها زاويه السقوط ولا الانعكاس؟ برافو عليك، هنسميها الانعكاس. يبقى يعني ايه زاويه الانعكاس؟ زاويه الانعكاس يا جميل دي الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط. كلام سهل وبسيط جدا. وعلى فكره اي حاجه انا قلتها لحد دلوقتي في الجزء ده هناخدها في ثالثه اعدادي، يعني هنحتاجها في ثالثه اعدادي. فانت لو فاهمها دلوقتي هتوفر علينا وقت في ثالثه اعدادي وهيبقى الموضوع بسيط جدا. ماشي يا جميل؟ طيب بس كده يبقى مهم اطلع من الجزء ده بكام حاجه. اول حاجه هعرف يعني ايه شعاع ضوئي ساقط، بتيجي في الامتحان، ده خط مستقيم بيمثل اتجاه انتشار الموجات الساقطه، الموجات الضوئيه الساقطه على السطح العكسي. وتعرف يعني ايه الشعاع الضوئي المنعكس، ده خط بس بيمثل الموجات المبتعده عن السطح العكسي. وتعرف يعني ايه زاويه السقوط، دي المحصوره ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام. ومهم جدا تعرف زاويه الانعكاس، دي المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. ماشي يا جميل؟ طيب دلوقتي بقى تعالوا نعمل تجربه مهمه جدا، وهنعملها عشان نوضح حاجه معينه. لو انت ما فهمتش التجربه يعني مش مهم قوي، المهم تفهم النتيجه بتاعتها، بس انا هحاول افهمها لك برضو باذن الله. دلوقتي يا جميل انا هعمل ايه؟ دلوقتي بكل بساطه احنا هنجيب مرآة وهنجيب منقله وهنجيب ليزر. عارفين انتوا الليزر اللي كنتوا بتلعبوه زمان ده؟ اكيد عارفينه. طيب وبعدين بقى يا جميل هنعمل حاجه مهمه جدا جدا. بص انا هجيب المرآة دلوقتي دي كده مرآة خلاص، وهجيب منقله. اكيد عارفين المنقله اللي هي بيكون عليها الزوايا، المنقله اللي هي شكلها بيكون عامل كده اهو، ده شكل المنقله. طبعا انتوا عارفين انه بيكون مكتوب على المنقله قيم الزوايا، يعني مثلا 10 20 30 40 50 60 وهكذا. وهنا برضو نفس القصه 10 20 30 40 وهكذا. ده كده جميل المنقله. يا جماعه انا مش عامل حاجه صعبه، انا جايب مرايه عاديه اهي اللي هي بالاسود دي، تمام، وجايب منقله حاططها على كده اهو، منقله حاططها على المرايه كده اهو. وبعدين بقى يا جميل هجيب الليزر اللي انا قلت لكم عليه وهنور بقى. خلي بالك احنا قلنا المنقله مترقمه 10 20 30، نفس الكلام من هنا 10 20 30. هروح بقى جايب يا جميل ضوء الليزر، هجيب ضوء الليزر اللي معايا وهنوره على المرايه، هنوره على المرايه عادي دي، بس خلي بالك هنوره عادي على المرايه بتاعتي اللي معايا دي خلاص اهو. بس خلي بالك انا هخلي شعاع الليزر هو نازل يمر بالزاويه اللي قيمتها 30. يبقى انا هخلي شعاع الليزر اللي نور ده يمر بالزاويه 30. خلي بالك انت عارف طبعا، انا هعمل بس الخط ده كده اهو، تمام كده الزاويه دي ب 30. انت عارف كأن انهي زاويه اللي ب 30؟ يعني اللي هي دي ب 30. ثانيه بس، هو انا عرفت ازاي ان دي الزاويه دي برقم 30؟ عرفت ازاي؟ ما انا قلت لك هخلي ضوء الليزر يمر برقم 30 اللي في المنقله، فده معناه ان الزاويه دي الحته دي ب 30. وخد بالك بقى يا جميل قبل ما اكمل التجربه دي عايز اقول لك حاجه جميله. بص دلوقتي كده انا هرسم دي تاني هنا، لما يكون عندي شعاع ضوئي ساقط ودي ب 30 مثلا، لما تكون دي ب 30 وده العمود المقام. دلوقتي يا بطل مش انا قلت لك العمود المقام ده عمودي على السطح العاكس؟
عمودي يعني بيعمل زاويه 90 معاه، صح؟ طيب يعني دي كلها ب 90، لو انا بقى خدت منها ال 30 هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 60. فلو اللي تحت ب 30 هيبقى اللي فوق ب 60، اللي فوق دي اللي هي مين؟ اللي هي زاويه السقوط. يعني دي يا جميل لو ب 30 هتبقى الاحمر دي اللي هي زاويه السقوط دي ب 60. عرفت منين؟ ما انا قلت لك دي كلها ب 60، دي كلها عفوا ب 90، ما هو ده عمودي، دي كلها ب 90 لان ده عمودي، فدي كلها ب 90. خدنا منها 30 تحت اتبقى لي 60 فوق، يبقى زاويه السقوط ب 60. انت فهمت؟ فهنا يا جميل نرجع لدي بقى. لما الليزر يسقط ويمر برقم 30 ده معناه ان الزاويه دي ب 30. طب ده معناه ان زاويه السقوط يا جميل اللي هي هنا دي، اللي هي الحته اللي هنا دي يا جميل، ب 60. خلاص، ده معناه ان زاويه السقوط دي ب 60. طالما دي ب 30 تبقى دي ب 60، يبقى زاويه السقوط بكام؟ ب 60. انت فهمت؟ طيب قال لك انا لما عملت التجربه دي، لما نعمل التجربه دي وده شعاع ضوئي يسقط على السطح العاكس ويمر برقم 30، يعني زاويه السقوط بكام؟ ب 60. طالما اللي تحت ب 30 تبقى دي ب 60. قال لك هتفاجئ ان الشعاع الضوئي هينفذ وبيمر برضه برقم 30 ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان برضه من هنا في 30. ده معناه ان هنا اللي هي بقى زاويه الانعكاس اللي هي يعني كانت دي ب 60 برضه. يبقى دي ب 60 ودي ب 60. انت فاهم انا بقول ايه؟ انا بقول ان الضوء الليزر سقط ومر برقم 30 اللي في المنقله، وبرضه لما انعكس هنا برضه مر برقم 30 اللي في المنقله. ده معناه ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، هما الاثنين قد بعض. وخلي بالك لو انا عدت التجربه دي، جبت المرايه اهي، ودي برضه نفس القصه، هجيب المنقله بتاعتي، بس المره دي بقى هخلي ضوء الليزر يمر مثلا ب 20 مش ب 30. هخلي ضوء الليزر يسقط كده بحيث يمر برقم 20 اللي في المنقله. قال لك هتفاجئ ان ضوء الليزر لما ينعكس برضه هينعكس ويمر برقم 20 اللي في المنقله. ده معناه ايه؟ ده معناه جميل ان انا لما اعمل عمود المقام ده كده اهو، ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. يعني دي بقى في الحاله دي هتبقى بكام؟ هتبقى بكام؟ ب 70. ودي برضه هتبقى ب 70. عرفت ازاي انها ب 70 يا جميل؟ ركز معايا. ما انا لو قلت لك ان دي ب 20، الحته الصغيره دي ب 20، يبقى المتبقيه دي ب 70. ما انا لسه قايل لك ان ده عمودي يعني بيصنع زاويه 90. يبقى اخدنا منهم 20 تحت، هيتبقى لي كام من ال 90؟ بقى لي 70. يبقى زاويه السقوط في الحاله دي بكام؟ ب 70. انت فهمت؟ فدلوقتي كده يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان لما الشعاع الضوئي يسقط كده ويمر ب 20 هنا، فهينعكس برضو مرا برقم 20 اللي في المنقله. يعني دي كده هتبقى ب 20 ودي ب 20، وبناء عليه السقوط برضه هتبقى ب 70 والانعكاس ب 70 زي ما وضحت لك دلوقتي. فده كله عايز اقول ايه؟ ده كله عايز اقول ان دايما زاويه السقوط هتبقى تساوي زاويه الانعكاس. هي دي النتيجه اللي انا عايزك تطلع بيها. لو ما فهمتش اللي احنا عمالين نعمله ده مش مهم قوي، المهم انك تكون فاهم ان في حاجه اسمها القانون الاول لانعكاس الضوء. القانون ده بيقول لك ايه يا جميل؟ القانون ده يا جميل بيقول لك ان زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس دايما. بس هو ده اللي انا عايزك تطلع بيه. يعني لما تكون يا جميل مثلا دي ب 70، هتبقى خلاص ده لما ينعكس هتبقى دي هي كمان ب 70. دايما السقوط تساوي الانعكاس، وانت بقى فاهم يعني ايه زاويه سقوط ويعني ايه زاويه انعكاس. ماشي يا جميل؟ السقوط المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، اما الانعكاس دي المحصوره بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. ماشي يا بطل؟ طيب يبقى ده كده القانون الاول لانعكاس الضوء. طيب دلوقتي كده عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك يا جميل ان لو انت غيرت مستوى المرايه، خليته يميل شويه على المنقله. يعني انت لو خليت دلوقتي كده المنقله كانت كده والمراه كانت كده، لو انت عملت ميل معين يعني غيرت المستوى، يعني غيرت بدل ما كانوا عمودين على بعض كده خليتهم مثلا كده او خليتهم كده، ساعتها لما تنور ضوء الليزر مش هتشوف من الجنب الثاني. عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جميل ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم اقدر اوصلهم بخط واحد، او بمعنى تاني بيقعوا في نفس المستوى. يعني ايه في نفس المستوى؟ يعني انا دلوقتي كده يا جميل دي كده المرآة، تمام؟ ده كده مستوى، كده ده مستوى تاني، كده ده مستوى تالت،
الموضوع المستويات والقصه ده هناخدها اكتر في الثانويه ان شاء الله، بس عايزك تبقى فاهم ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم بيكونوا في نفس الخط كده اهو، في نفس المستوى كده اهو، مش في حاجه كده وفي حاجه كده، لا كلهم في نفس المستوى. واللي انا قلته دلوقتي ده يا جميل اسمه القانون الثاني لانعكاس الضوء. يبقى في حاجه اسمها القانون الاول لانعكاس الضوء، وفي حاجه اسمها القانون الثاني لانعكاس الضوء. القانون الثاني لانعكاس الضوء بيقول ايه؟ انا لسه قايل لك، بيقول ان الشعاع الضوئي الساقط ده والشعاع الضوئي المنعكس ده والعمود المقام اللي انا رسمته ده كلهم بيقعوا في مستوى نفس المستوى او مستوى واحد. المستوى ده بيكون عمودي على السطح العاكس. ما هو خلي بالك انا قلت لك بيقعوا كده اهو، تمام؟ الزاويه بقى اللي ما بين المستوى والمرآه، الزاويه اللي ما بين المستوى والمرآه بتكون 90، قيمتها 90. يبقى الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم في خط في مستوى كده اهو. المستوى ده عمودي على السطح العاكس، كأن يا جميل كده اهو. بص عشان نوضح الدنيا اكتر، كأن ده الشعاع الضوئي الساقط وده الشعاع الضوئي المنعكس وده يا جميل العمود المقام كده اهو، كلهم في نفس المستوى. مش هتلاقي مثلا ده كده او كده، لا كلهم كده اهو في نفس الخط او في نفس المستوى، والمستوى ده زي ما وضحت لك عمودي على السطح العاكس. وده القانون الثاني لانعكاس الضوء. بيجوا في الامتحان يقول لك ما المقصود ب، فانت لازم تكون فاهم وحافظ، وبرضه هناخدهم في ثالثه اعدادي ان شاء الله، فلما تفهمهم دلوقتي الدنيا هتبقى اسهل واسهل بعدين. ماشي يا بطل؟ طيب طبعا بقى بيجي على القانون الاول لانعكاس الضوء مسائل واسئله حلوه بتعتمد على الفهم. فمثلا يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لو انت عندك ده كده اهو الزاويه دي ب 30، يروح قايل لك اكمل الرسم. فانت بقى شاطر وشايف ان ده شعاع ضوئي سقط على السطح العاكس ده اللي هي المرآه دي، فلما ينعكس كده اهو هتعمل عمود مقام كده اهو. وانت عارف بقى ايه؟ انت عارف ان العمود المقام ده بيصنع زاويه 90، صح؟ اخدنا منها 30 هنا قدامك اهي، هيتبقى لي 60، يعني زاويه السقوط ب 60. انت فاهم؟ فانت عارف ان دي كلها كده ب 90، اخدنا منها 30 يتبقى لي 60، يبقى زاويه السقوط ب 60، وتروح مكمل بقى زاويه الانعكاس برده ب 60، ولو عايز تجيب الزاويه دي مش مهم قوي هتبقى ب 30. انت فاهم بس الفكره؟ طيب وحاجات بقى شبه كده كتير. مثلا ممكن يجيب لك كده اهو يقول لك دي مرآه ودي مرآه برده، واللي حصل ايه؟ اللي حصل طبعا الاثنين دول عمودين على بعض، طالما جاهم بالشكل ده يبقى ده عمودي على ده. ويروح جايب لك كده اهو شعاع سقط كده، تمام؟ شعاع سقط كده ويقول لك مثلا دي ب 30، ويجي لك الرسمه دي ويقول لك اكمل الرسم. هنكملها ازاي؟ دلوقتي يا بطل الشعاع اللي سقط مائل ده بيعمل زاويه 30 من هنا، انا هعمل العمود المقام، لازم اعمل العمود المقام عشان اكمل وابقى فاهم. ده العمود المقام كده انا اللي بعمله بنفسي، تمام؟ طيب العمود المقام بيعمل زاويه 90، يعني دي كلها المفروض ب 90. طب اخدنا منها 30 فوق اتبقى لي 60، اذا زاويه السقوط ب 60. طيب الشعاع اللي سقط ده اكيد هينعكس، فلما ينعكس يا بطل كده اهو هينعكس برضه بزاويه 60. ما احنا اتفقنا ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، فطالما زاويه السقوط دي اللي هي دي ب 60 اكيد دي برضه ب 60. خلاص؟ طيب العمود المقام بيعمل 90، يعني دي كلها المفروض ب 90، اخدنا منها 60 فوق يبقى الحته دي ب 30، دي بتاع المثلث يعني، تمام؟ طيب دلوقتي يا بطل انا معايا مثلث اللي هو اللي تحت ده، هعمله بالازرق عشان الناس تبقى شايفاه اكتر. المثلث ده مثلث في زاويه ب 90 وفي زاويه ب 30، يبقى اكيد الزاويه دي ب 60. عرفت منين؟ ما انتوا بقى شطار في الرياضه وعارفين ان مجموع زوايا اي مثلث ب 180، فالمثلث ده في زاويه ب 90 اهي وفي زاويه ب 30 اهي، اكيد المتبقيه دي ب 60. خلاص يا بطل؟ طيب الشعاع اللي سقط ده دي ب 60، هروح بقى اعمل العمود المقام. فلما عملت العمود المقام يا بطل، لما عملت العمود المقام معناه ان دي كلها ب 90. طب اخدنا منها 60 تحت اللي هي هنا دي اتبقى لي 30. لو تهت رجع الفيديو على مهلك وركز اكتر والدنيا هتبقى تمام، واعتقد انت ما تهتوش يعني، الدنيا بسيطه. فدي كده يا جميل زاويه السقوط دي ب 30. طب ده هينعكس كده بقى، فلما ينعكس هينعكس برضه ب 30 لان السقوط تساوي الانعكاس تساوي 30. بس شفت الدنيا سهله ازاي؟ فحاجات بقى شبه كده بتجيلك فخد بالك. طيب ممكن كمان سؤال يجيلك يقول لك مثلا ده كده، دي كده مرآة او سطح عاكس، لما يسقط عليها شعاع كده اهو، الشعاع اللي سقط ده يا جميل سقط عمودي على السطح العاكس. طالما سقط عمودي على السطح العاكس يبقى كده يا جميل الشعاع اللي سقط ده
نقدر نقول منطبق على العمود المقام، منطبق عليه، يعني الزاوية ما بينهم بصفر. خلاص، يبقى اذا ساعتها في الحاله دي الشعاع ده هيرتد على نفسه. يبقى اذا يا جميل الشعاع الذي يسقط عمودي على السطح العاكس يرتد على نفسه. اشمعنى؟ علل، بتيجي في الامتحان يقول لك علل، قول له لان كل من زاويتي السقوط والانعكاس تساوي صفر. عشان كده لما يسقط عمودي، عمودي يعني بيعمل زاويه 90 مع السطح العاكس، هيبقى بيصنع زاويه صفر مع العمود المقام، فهيرجع زي ما كان، هيرتد على نفسه. ماشي يا بطل؟ طيب، في اخر حاجتين في جزء انعكاس الضوء. بيقول لك ان انعكاس الضوء ده جميل بينقسم لنوعين. انعكاس الضوء ده قد يكون انعكاس منتظم او انعكاس غير منتظم. الانعكاس المنتظم بكل بساطة يعني الأشعة الضوئية بترتد في نفس الوسط في نفس الاتجاه. يعني مثلا يا جميل زي الأشعة الضوئية لما تسقط على المرآة، مثلا لما يكون عندي شعاع ضوئي ساقط على المرآة هنا فهيرتد كده، وشعاع سقط هنا كده فهيرتد كده، وشعاع سقط تاني هنا فهيرتد كده، يعني كلهم ماشيين في الاتجاه ده. اذا هسمي الانعكاس ده منتظم. يبقى انعكاس منتظم يعني ايه؟ يعني ارتداد الاشعه الضوئيه في اتجاه واحد. امتى الكلام ده؟ عندما تقابل سطح مصقول، سطح املس. خلاص، سطح املس مصقول زي المرآة بالظبط كده، او زي ورق الفويل لو تعرفوه، اللي هو بيكون عباره عن الومنيوم، معدن الالومنيوم، او زي الستانلس، ده برضو بيكون عباره عن سطح مصقول، والاشعه الضوئيه لو سقطت عليه هتنفذ او عفوا هتنعكس في اتجاه واحد. فممكن يقول لك سطح بعض المعادن مثل الستانلس بتكون بتعمل كمرايه كانها مرآة بالظبط. اشمعنى؟ اعلل، هنقول له لان الاشعه الضوئيه الساقطة عليها تنعكس بشكل منتظم في اتجاه واحد. ماشي يا بطل؟ ده كده معنى كلمة الانعكاس المنتظم. أما الانعكاس غير المنتظم يا جميل فده بيحصل لما الأشعة الضوئية تسقط على سطح خشن، سطح خشن، تمام؟ فالأشعة الضوئية لما هتسقط يا جميل هتنفذ في عدة اتجاهات، لأن السطح ده خشن فمش هتنفذ في اتجاه محدد، في عدة اتجاهات بالشكل اللي أنا عامله ده. ده كده اسمه انعكاس غير منتظم. يبقى انعكاس غير منتظم يعني ايه؟ يعني الاشعه، يعني انعكاس الاشعه الضوئيه في عده اتجاهات عندما تقابل سطح خشن زي اللي انت شايفه، زي جلد مثلا، زي صوف، خلاص، زي ورق الشجر. دي كده اسطح خشنه اي غير مصقوله، مش زي المرآه يعني. خلاص يا جميل؟ طبعا ده كده الانعكاس الغير منتظم. ممكن يقول لك ماذا يحدث اذا سقطت الاشعه الضوئيه على سطح خشن زي الصوف او الجلد؟ ايه اللي هيحصل؟ قول له هتنعكس في عده اتجاهات. ماشي يا بطل؟ لان السطح انعكاس يعني غير منتظم في عده اتجاهات لان السطح ده خشن. ده كده بالنسبه لانعكاس الضوء. احنا كده شرحنا وبسطنا كل ما له علاقه بكلمه انعكاس الضوء واللي ممكن يجي لك في الامتحان. واحنا يا جماعه مش بس بنشرح، احنا بنشرح وبنقول اسئله زي ما انتم شايفين وواضح معاكم، فانت بتطلع من الدرس تقدر تحل اي سؤال ان شاء الله عليه، لان احنا زي ما قلت لك بنشرح وبنحل كمان. طيب احنا خلصنا انعكاس الضوء، دلوقتي محتاجين بقى نشرح انكسار الضوء. دلوقتي يا جميل عشان نفهم معنى كلمه انكسار الضوء محتاجين او محتاج اقول لك على تجربه معينه. مثلا لو انت في طريق، الطريق ده اسفلت، تمام؟ في جنب الطريق من هنا في رمله رمال، وفي طريق تاني اسفلت، تمام؟ وانت معاك برميل او في برميل. عارف البرميل؟ البرميل ده جميل لما انت توجه ليه قوه معينه اللي هو تزق البرميل. لما تيجي تزق البرميل ده جميل بشكل مائل هتلاقي البرميل ده بيمشي كده اهو. هل بيمشي في خط مستقيم ولا هيمشي ويغير مساره كده اهو؟ هتلاقي البرميل طول ما هو ماشي بيغير مساره. شوف كان شكله عامل ازاي الاول، كان ماشي كده المفروض يكمل، لا غير مساره. البرميل اللي انت زقيته ده وعندك صورته في الكتاب غير مساره لما انتقل من الاسفلت للرمله، بعد نرجع للاسفلت تاني فغير مساره. اهو نفس الكلام يا حبايبي، الضوء لما ينتقل من مكان لمكان تاني، من وسط لوسط تاني بيغير مساره، والكلام ده اسمه انكسار الضوء. انت عندك دلوقتي ده كده زجاج، ازاز، وعندك ده هواء. دلوقتي يا جميل لو انا جبت ضوء ليزر وسلطته، يعني معايا ضوء ليزر
خليت الضوء ده يجي على الزجاج. هلاحظ يا جميل ان ضوء الليزر ده بينكسر. ايه اللي حصل لضوء الليزر؟ طبعا غير مساره، غير اتجاهه. هو ده معنى كلمة انكسار الضوء. شوف ضوء الليزر كان ماشي كده اهو، تمام، وبعدين اما غير اتجاهه، غير مساره. ده كده معنى كلمة انكسار الضوء. طيب يعني ايه بقى كلمة انكسار الضوء يا جميل؟ عشان لو حبينا نعرفها. كلمة انكسار الضوء يعني تغير مسار الأشعة الضوئية، تغير مسارها، كانت ماشية كده بقت ماشية كده. امتى الكلام ده؟ عندما تنتقل من وسط شفاف زي الهواء إلى وسط آخر مختلف عنه في الكثافة الضوئية. يعني ايه كلمة الكثافة الضوئية بقى؟ كلمة الكثافة الضوئية يا جميل يعني الوسط بيقدر يغير مسار الضوء، بيقدر يكسر الضوء تاني. بنقول يا حبايبي عندنا كلمتين، كلمة انكسار الضوء، وقلنا انكسار الضوء يعني تغير مسار الأشعة الضوئية. تغير مسار الأشعة الضوئية عندما تنتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر. يعني لما تنتقل مثلا من الهواء إلى الزجاج أو العكس، والوسطين دول يا جميل مختلفين في الكثافة الضوئية. ده معنى كلمة انكسار الضوء. الضوء كان ماشي كده غير مساره. طب كلمة الكثافة الضوئية يعني ايه؟ قلنا الكثافة الضوئية يعني قدرة الوسط، زي مثلا الوسط يعني مثلا الهواء أو الزجاج، قدرته على ايه بالظبط؟ على كسر الأشعة الضوئية النافذة خلاله. خلاص يا حبايبي؟ ومن هنا عايز اقول ان كل وسط يا جميل بيختلف في الكثافة الضوئية عن التاني. يعني مثلا يا جميل تلاقي الزجاج الكثافة الضوئية بتاعته أكبر من كثافة المية، أكبر من الكثافة الضوئية بتاع المية. يعني إيه الكثافة بتاع الزجاج أكبر من الكثافة الضوئية بتاع المية؟ يعني من الآخر قدرة الزجاج إنه يكسر الضوء أكبر من قدرة المية إنها تكسر الضوء. يعني لو في ضوء سقط في الزجاج وضوء سقط في المية، الضوء اللي سقط في الزجاج أو اللي نفذ في الزجاج هينكسر أكتر من الضوء اللي بينفذ من المية. فاهم حاجة؟ والميه يا جميل الكثافه الضوئيه بتاع الميه اكبر من الكثافه الضوئيه بتاع الهواء. يعني الهواء ما يقدرش يكسر الضوء زي الميه. فهمت؟ طيب ومن هنا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا بطل ان الضوء لما ينتقل من الهواء الى الزجاج، في الزجاج يا جميل سرعته بتقل. يعني اصلا اللي بيخلي الضوء ينكسر هو ان سرعه الضوء بتقل. يعني انا عايز اقول يا جميل ان سرعه الضوء في الهواء اكبر حاجه. يعني سرعه الضوء يا جميل في الهواء اكبر من سرعته في الميه، اكبر من سرعته في الزجاج. انت فاهم حاجه؟ بنقول ايه؟ بنقول ان دلوقتي ده كده عندي هنا مثلا عندي ده هواء، وتخيل معايا هنا في ميه وهنا في زجاج. تخيل معايا هواء ميه زجاج. الضوء لما يمشي يا جميل بشكل مائل، لازم يكون مائل على فكره. الضوء لما يمشي بشكل مائل كده يا جميل، لما يمر من الهواء هيكون سريع جدا جدا جدا. لما يجي في الميه هيكون بطيء، سرعه الضوء هتبقى اقل. وبعدين لما يمر في الزجاج هتبقى اقل واقل. يبقى السرعه في الهواء اسرع حاجه، سرعه الضوء في الهواء اسرع حاجه، في الميه ابطا من الهواء، في الزجاج ابطا من الميه. فاهم حاجه؟ فسرعه الضوء في الهواء اسرع من الماء، اسرع من الزجاج. اما الكثافه الضوئيه يعني قدره الوسط انه يكسر الضوء، العكس في الزجاج اكتر حاجه، وبعدين في الميه، وبعدين في الهواء. الحاجات دي بتيجي في الامتحان فخد بالك. طيب دلوقتي يا جميل عندي ده كده زجاج، تمام، ده كده زجاج، وعندي هنا هواء وهنا هواء وهواء اللي احنا بنتنفسه. لما انا انور اشعه ضوئيه يا جميل كده هنا، انا معايا ضوء ليزر نورته على الزجاج ده، اللي هيحصل ان الاشعه دي يا جميل قلنا هتغير مسارها. كلمه هتغير مسارها يعني هتنكسر، وبعدين هتخرج من الجنب التاني من الزجاج بالشكل ده كده. يبقى ده كده يا جميل الشعاع ده هنسميه الشعاع الضوئي الساقط، تمام. والشعاع ده الشعاع الضوئي المنكسر، والشعاع ده الشعاع الضوئي الخارج اللي خرج من الوسط ورجع تاني للهواء. فافرق بين الثلاث كلمات عشان مهمين وبيجي في الامتحان. دلوقتي يا جميل الشعاع اللي سقط اسمه الشعاع الضوئي الساقط، اللي انكسر اسمه الشعاع الضوئي المنكسر، واللي خرج بالسلامه الشعاع الضوئي الخارج. دلوقتي يا جميل النقطه دي كده اهو، النقطه دي اسمها نقطه السقوط، تمام. اما النقطه دي يا بطل اسمها نقطه الخروج.
يبقى انا عندي النقطه دي اسمها نقطه السقوط والنقطه دي اسمها نقطه الخروج. طيب كلام يعني ايه مختلف شويه عن انعكاس الضوء. دلوقتي يا جميل انا هجيب مسطره وهعمل خط كده اهو. الخط ده هيبقى اسمه العمود المقام، اسمه العمود الايه المقام لانه عمودي. وهعمل برضو خط كده اهو. العمود ده جميل اسمه هيبقى اسمه العمود المقام. بس ده اسمه العمود المقام من نقطة السقوط، اما ده العمود المقام من نقطة الخروج. خد بالك تاني، الشعاع ده ساقط المنكسر الخارج، ده العمود المقام من نقطة السقوط، ده العمود المقام من نقطة الخروج. خلاص يا بطل؟ طيب دلوقتي بقى يا جميل لو انا حبيت اوريك مثلا الزاوية دي. الزاوية دي يا جميل محصورة ما بين مين ومين؟ الزاوية دي محصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام، فيبقى اسمها زاوية السقوط. زاوية السقوط. يبقى زاوية السقوط دي المحصورة بين مين ومين؟ المحصورة بين الأشعة الضوئية الساقطة والعمود المقام من نقطة السقوط على الحد الفاصل. الخط ده كده اهو اسمه الحد الفاصل. ما هو ده يا جميل اللي بيفصل لي ما بين الزجاج والهواء. ماشي يا بطل؟ فده مصطلح مهم جدا جدا اخد بالي منه. يبقى عندي كده يا جميل الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام الزاويه اللي ما بينهم اسمها زاويه السقوط. زاويه السقوط دي يا جميل بتيجي في الامتحان يقول لك ما معنى زاويه السقوط؟ قول له زاويه السقوط يا جميل دي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطه السقوط على الحد الفاصل. خلاص؟ طيب عندي كمان يا جميل زاويه ثانيه، ده كان العمود المقام صح؟ عندي زاويه ثانيه اللي هي الحته دي، شايف الزاويه دي الصغيره دي؟ الزاويه دي جميل اسمها زاويه الانكسار. بص والله لو انت فاهم الدنيا بتتربط، هو بس الكلام هو اللي جديد بس بيعتمد على الفهم، فانت فاهم كويس ان شاء الله. الزاويه دي جميل اسمها زاويه الانكسار. دي محصوره بين مين ومين؟ محصوره بين العمود المقام اللي انت شايفه والشعاع الضوئي المنكسر. ما هو ده كده الشعاع الضوئي المنكسر ودي كده العمود المقام. الزاويه بقى اللي ما بينهم دي اسمها زاويه الانكسار. فيقول لك في الامتحان زاويه الانكسار محصوره بين مين ومين؟ قول له محصوره ما بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطه السقوط على الحد الفاصل. ماشي يا بطل؟ طيب في زاويه كمان عندنا الزاويه دي. الزاويه دي جميل المحصوره بين مين ومين؟ محصوره بين العمود المقام ده والشعاع الضوئي الخارج اللي طالع. فالزاويه دي جميل اسمها زاويه الخروج. يبقى زاويه الخروج يعني ايه؟ يعني الزاويه المحصوره ما بين الشعاع الضوئي الخارج اللي هو ده والعمود المقام من نقطه الخروج على الحد الفاصل. ما هو ده برضه اسمه حد فاصل. فهمت يا جميل؟ يبقى انا عندي شويه مصطلحات كده اخد بالي منهم. مهم ان انا اكون فاهم يعني ايه زاويه السقوط موجوده فين، مهم بتيجي في الامتحان. مهم كمان اكون عارف زاويه الخروج موجوده فين بتيجي في الامتحان. ومهم كمان اكون عارف زاويه الانكسار موجوده فين عشان بتيجي في الامتحان. يقول لك يعني ايه زاويه السقوط، يعني ايه زاويه الانكسار، يعني ايه زاويه الخروج. ماشي يا بطل؟ طيب انا هرسمها مره كمان تحتها عشان تبقى ثبتت اكتر واكتر. ده كده يا جميل الزجاج، لا نعمله زجاج كويس، مش هنرسم واحد احنا. ده كده زجاجه جميل. الشعاع ده لما يسقط كده هو يا جميل. ودي كده العمود المقام، الزاويه دي اسمها زاويه السقوط. قلنا الشعاع ده بينكسر كده اهو، بينكسر كده بيغير يعني مساره وبعدين بيخرج كده اهو. خلاص نكمل الزجاج بتاعنا لتحت حبه عشان الرسمه تظبط. دلوقتي يا جميل الشعاع ده كده اسمه الشعاع الخط ده يا جميل اسمه الشعاع الضوئي المنكسر، والشعاع ده اسمه الشعاع الضوئي الخارج. تمام؟ خارج بالسلامه. طيب ده كده يا جميل العمود المقام. تمام؟ طيب الزاويه دي قلنا اسمها زاويه ايه؟ السقوط. والزاويه دي قلنا اسمها زاويه ايه؟ الخروج. خد لي بالك ان زاويه السقوط محصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. زاويه الخروج محصوره بين الشعاع الضوئي الخارج والعمود المقام. ده كده اسمه الشعاع الضوئي الخارج. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان زاويه السقوط دي جميل وزاويه الخروج دايما قد بعض، دايما بيساووا بعض. يبقى دايما يا جميل زاويه السقوط بتساوي زاويه الخروج. واصلا اصلا لو الرسمه واضحه ليك كويس في الكاميرا فانت هتشوف ان اصلا الخط ده جميل اللي هو الشعاع الضوئي الخارج والخط ده جميل اللي هو الشعاع الضوئي الساقط، اصلا الاثنين بيوازوا بعض. وطالما الاثنين بيوازوا بعض والاثنين بيسقطوا على خط مستقيم فكده كده اصلا الزاويه هتبقى هي. فاهم حاجه؟ يعني الزاويه دي هي نفسها الزاويه دي. فزاويه السقوط دايما تساوي زاويه الخروج. فيجي لك في الامتحان يقول لك ما العلاقه؟
يعني ايه اللي بيربط ما بين زاويه السقوط وزاويه الخروج؟ قول له دايما قد بعض، دايما نفس القيمه، لو دي ب 30 تبقى دي ب 30. فهمت؟ اما يا بطل، اما يا جميل، الزاويه دي اللي هي مين بقى؟ الزاويه دي اللي هي اسمها زاويه الانكسار، قلناها، اللي هي محصوره ما بين الشعاع الضوئي المنكسر ده والعمود المقام. زاويه الانكسار ده يا جميل مش بتساوي زاويه السقوط، يعني زاويه الانكسار دي مش بتساوي زاويه السقوط دي، فخد بالك عشان الكلام ده بيجي في الامتحان ومهم جدا. ماشي يا بطل؟ يبقى نعرف دلوقتي كده بعد ما نعمل شويه تجارب وحاجات ان زاويه السقوط تساوي زاويه الخروج، اما زاويه السقوط مش بتساوي زاويه الانكسار، فخد بالك من الكلام ده. دلوقتي يا جميل في كلمه اسمها معامل الانكسار المطلق للوسط. يعني ايه معامل الانكسار المطلق للوسط؟ الكلمه ده جميل معناها هي نسبه ما بين سرعه الضوء في الهواء وسرعه الضوء في الوسط، ودي بتختلف من وسط للتاني. تقول لي هو انا مش فاهم قوي، هقول لك ركز معايا يا بطل. مش احنا عارفين ان سرعه الضوء في الهواء بتبقى 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانيه؟ دي سرعه الضوء اللي احنا عارفينها. سرعه الضوء بقى يا جميل في الهواء غير سرعته في الزجاج، غير سرعته في الميه. مش انا لسه قايل لك ان في حاجه اسمها الكثافه الضوئيه؟ الكثافه الضوئيه دي قدره الوسط على كسر الاشعه الضوئيه. طب بتنكسر ازاي الاشعه الضوئيه؟ عن طريق ان سرعتها بتقل. يبقى اللي انا عايز اقوله ان سرعه الضوء يا جميل في الهواء غير في الميه غير في الزجاج غير اي وسط. يبقى سرعه الضوء بتختلف من وسط لاخر. تمام؟ طيب لما انا بقى اقسم سرعه الضوء في الهواء اللي هو 3 في 10 اس 8 اقسمه على سرعه الضوء في وسط معين، الرقم اللي هيطلع لي هيبقى اسمه معامل الانكسار المطلق للوسط. فهمت؟ فيجي يقول لك في الامتحان ما هو معامل الانكسار المطلق؟ قول له دي النسبه ما بين سرعه الضوء في الهواء الى سرعه الضوء في الوسط ده. ماشي يا بطل؟ يعني مثلا يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك عندك سرعه الضوء مثلا في الزجاج وليكن 3 في 10 اس 6 مثلا، ويقول لك احسب معامل الانكسار المطلق للضوء في وسط الزجاج ده. يقول لك احسب معامل الانكسار المطلق للوسط ده. طيب هنحسبه ازاي؟ بالقانون. هقول له معامل الانكسار المطلق اللي انت طالبه بيساوي سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الزجاج. طبعا الرقم ده مش حقيقي، يعني كاتبه بس كده للتوضيح. فهيساوي كام؟ هيساوي 3 في 10 اس 8 على 3 في 10 اس 6 او اس 7 او حسب الرقم اللي جابه لك. اقسمهم على بعض على الاله والناتج بتاعك هيبقى هو ده معامل الانكسار اللي هو طالبه. انت فهمت يا بطل؟ فكده سرعه الضوء في الزجاج غير سرعته في الهواء. لازم تكون حافظ سرعه الضوء في الهواء كام؟ 3 في 10 اس 8، مش هيجيبها لك في الامتحان. فهو يقول لك سرعه الضوء في الزجاج بكذا ويقول لك احسب معامل الانكسار. هتقسم بقى سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط اللي هو جابه لك. ماشي يا بطل؟ تروح قاسم الاثنين على بعض وتشوف على الاله هيطلع لك بكام، يبقى هو ده معامل الانكسار. خلاص؟ طيب دلوقتي عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا بطل هو ليه سرعه الضوء بتختلف من وسط لاخر؟ يعني ليه سرعه الضوء في الهواء غير سرعته في الزجاج؟ اشمعنى؟ قال لك لان الطول الموجي بتاع الضوء في الهواء بيختلف عن الطول الموجي او طول الاشعه او طول موجات الضوء في الزجاج. يعني من الاخر اشعه الضوء لما بتكون في الهواء بيكون لها طول موجي معين، لما بتنتقل للزجاج الطول الموجي ده بيختلف وبالتالي السرعه بتختلف، لكن التردد بتاع موجات الضوء ثابت. فيجي لك في الامتحان يقول لك علل تختلف سرعه الضوء من وسط الى اخر. هو ليه سرعه الضوء بتتغير؟ علل اشمعنى؟ تروح انت قايل له لان الطول الموجي لاشعه الضوء تختلف من وسط الى اخر او تتغير بتغير الوسط. ماشي يا بطل؟ طيب انت فهمت كده يعني ايه معامل الانكسار المطلق؟ يعني سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط ده. عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جميل ان لما يكون معامل الانكسار المطلق ده كبير، ده معناه ايه؟ لما يكون معامل الانكسار المطلق كبير يا جميل ده معناه
ان هو يعني ايه معامل الانكسار المطلق؟ يعني سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط. لما يكون بقى الرقم ده كبير ده معناه ان الرقم اللي تحته صغير. انت فاهم؟ يعني ده معناه ان سرعه الضوء في الوسط قليل. انت فاهم؟ يبقى لما يكون معامل الانكسار المطلق في وسط معين كبير ده معناه ان سرعه الضوء في الوسط ده اقل. انت فاهم؟ ده معناه ان سرعه الضوء في الوسط اقل. ما تتوهش مني. لما يكون الرقم ده كبير، مثلا لما انا اقول لك مثلا 10 على 10 يديك كام؟ تقول لي 10 على 10 فيها الواحد. طيب لو قلت لك 10 على الخمسة فيها كام؟ تقول لي فيها الاثنين. طيب 10 على الواحد فيها كام؟ تقول لي فيها العشرة. الله، ايه اللي بيحصل كده؟ الرقم ده بيزيد. ليه؟ لأن الرقم اللي تحت بيقل. بص، كان تحت 10، بعدين بقى تحت 5، بعدين بقى تحت 1. المقام بيقل لكن الناتج بيزيد. فلما يكون الناتج بيزيد ده معناه إن المقام بيقل. فلما يكون ده كبير ده معناه إن ده صغير، وأنا وضحت لك بأرقام عشان تفهم أكتر. فكده جميل. لما يكون معامل الانكسار المطلق كبير ده معناه إن سرعة الضوء أقل. ده معناه إيه كمان؟ ده معناه يا بطل كمان إن الانكسار أكبر. قدرة الوسط على الانكسار على كسر الأشعة الضوئية أكبر. يعني الشعاع الضوئي بينكسر بدرجة أكبر. الشعاع الضوئي بينكسر بدرجة أكبر. ماشي جميل؟ ده معناه إيه كمان؟ ده معناه كمان إن الكثافة الضوئية بتاعته أكبر. ما هو لما يكون الكثافة الضوئية أكبر يا جميل زي الزجاج مثلا، لما يكون الكثافة الضوئية أكبر زي الزجاج مثلا، ده كده جميل معناه إن سرعة الضوء هتبقى أقل. وده احنا شرحناه في الأول. فكده اللي عايز أقوله، لما يكون معامل الانكسار المطلق كبير يعني سرعة الضوء هتبقى أقل، يعني الانكسار هيبقى أكبر، يعني معنى كده إن الكثافة أصلا كانت أكبر. فالكلام ده بيجي في الامتحان وبيلعب بيه، فخد بالك منه عشان مهم. ماشي يا جميل؟ طيب نشرح حاجة كمان بتيجي في الامتحان. دلوقتي يا جميل لما الأشعة الضوئية مثلا يا جميل عندي ده كده حد فاصل، وعندك مثلا هنا هواء وهنا زجاج، تمام؟ لما يكون عندي أشعة ضوئية جميلة هتسقط مثلا، هتغير مسارها من الهواء إلى الزجاج. أنا عندي طبعا ده كده شعاع ضوئي سقط عادي، تمام؟ وعندي ده كده العمود المقام عادي جدا. طبعا ده حد فاصل، الخط ده حد فاصل، ده هواء وده زجاج، فوق هواء فوق وتحت زجاج. ففي ضوء هيسقط من الهواء والمفروض هيدخل في الزجاج. فاللي يحصل بقى يا جميل، احنا عارفين ان معامل الانكسار المطلق للهواء هيبقى اقل من معامل الانكسار المطلق للزجاج. لسه قايلينها اصلا، معامل الانكسار المطلق بتاع الزجاج اكبر. تمام؟ ده معامل الانكسار المطلق. قال لك العلماء لما عملوا التجربه دي اتفاجئوا ان الشعاع الضوئي المنكسر يا جميل بينكسر بالقرب من او مقتربا من العمود المقام. ما احنا عارفين ان ده العمود المقام. فالشعاع الضوئي جميل المنكسر هيكون مقتربا من العمود المقام، يعني بينكسر ايوه بس مقتربا من العمود كده، ناحيه هنا مش ناحيه هنا. انت فاهم؟ وبكده جميل عندي دي زاويه السقوط وعندي دي زاويه الانكسار. قال لك اتفاجئوا بقى بايه؟ او في الحاله دي بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جميل ان زاويه السقوط اكبر من زاويه الانكسار. زي ما انت شايف الزاويه دي اكبر من دي كبيره دي صغيره، زي ما انت شايف دي كبيره دي صغيره. يبقى زاويه السقوط اكبر من زاويه الانكسار. ماشي يا جميل؟ يبقى كده يا جميل الرسمه دي معناها ايه؟ معناها ان الاشعه الضوئيه لما تسقط، لما تيجي من وسط زي الهواء معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل. ده كده معامل الانكسار المطلق قليل. خلاص؟ فلما الاشعه الضوئيه تيجي من معامل انكسار، من وسط معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل الى وسط معامل الانكسار بتاعه اكبر، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل يا جميل ان الاشعه بتنكسر مقتربا من العمود المقام، وساعتها بنقول ان زاويه السقوط اكبر من زاويه الانكسار. فتاخد بالك مثلا دي هتبقى ب50 دي هتبقى ب30. فممكن يقول لك ايه في الامتحان؟ يقول لك الضوء انتقل من مكان الى مكان، وكانت زاويه السقوط في الوسط الاول ب60، وزاويه السقوط في الوسط وزاويه الانكسار ب40. يبقى زاويه السقوط ب60 وزاويه الانكسار ب40. فيروح قايل لك هو كده مين الاكبر في معامل الانكسار المطلق؟
طالما دي يا جميل ب 60 السقوط ب 60 والانكسار ب 40، يعني زاويه السقوط اكبر من زاويه الانكسار. يعني يا جميل اللي فوق مثلا هواء واللي تحت زجاج، يعني يا جميل معامل الانكسار المطلق بتاع الهواء اصغر من معامل الانكسار المطلق بتاع الزجاج. يبقى معامل الانكسار المطلق بتاع الوسط الثاني اكبر من معامل الانكسار المطلق بتاع الوسط الاول. انت فهمت؟ فكده يا جميل انا عايزك بقى تثبتها ازاي. الزجاج بيكسر الضوء قوي، فزاويه السقوط هتبقى كبيره. فهمت؟ الزجاج بيكسر الضوء بدرجه كبيره، فزاويه السقوط هتبقى كبيره. خلاص ثبتها بزاويه السقوط. اما يا جميل لو حصل العكس، لو انا عندي العكس بقى، عندي ده هواء عادي وده زجاج، بس لو الاشعه الضوئيه بقى جايه من الزجاج رايحه للهواء، يعني بتنتقل من الزجاج الى الهواء، قال لك هنتفاجئ بايه؟ هنتفاجئ ان الاشعه الضوئيه ده جميل بتنكسر مبتعده عن العمود المقام. ما هو ده العمود المقام، العمود المقام نقطه السقوط، فالاشعه انكسرت مبتعده عن العمود المقام اللي هو ده. خلاص اللي هو ده. وبالتالي يا جميل بقى عندك زاويه السقوط اهي وزاويه الانكسار اهي. اللي حصل بقى المره دي ايه؟ لما الضوء يا جميل انتقل من الزجاج اللي هو اكبر في معامل الانكسار المطلق الى الهواء اللي هو اقل في معامل الانكسار المطلق، اللي حصل ان زاويه السقوط بقى يا جميل في الحاله دي هتبقى اقل من زاويه الانكسار. يبقى انت خد بالك بقى الضوء، شوف انت الضوء كان فين ورايح فين. لو رايح لمكان معامل الانكسار المطلق بتاعه كبير يبقى زاويه السقوط هتبقى كبيره. خلاص؟ لو هو رايح لمكان معامل الانكسار المطلق بتاعه كبير زي الزجاج هتبقى زاويه السقوط كبيره. اما لو الضوء رايح لمكان معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل فزاويه السقوط هتبقى قليله. زي هنا الضوء رايح للهواء معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل. تعرف يعني ايه معامل الانكسار المطلق؟ يعني سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط. فلو انت بتتكلم عن الهواء فخلاص هتبقى بواحد، تمام، اللي هو اصغر حاجه. على فكره معامل الانكسار المطلق دايما اكبر من الواحد. يعني معامل الانكسار المطلق ده دايما اكبر من الواحد. يعني ايه او ليه دايما اكبر من الواحد؟ لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعه الضوء في اي مكان تاني. سرعه الضوء في الهواء يعني الرقم اللي فوق دايما هيبقى اكبر من الرقم اللي تحت، فكده الناتج هيبقى رقم اكبر من الواحد. فهمت؟ فجالك في الامتحان برضه ده سؤال تاني، احنا برضه بنحل يا جماعه اسئله اهو. يقول لك علل معامل الانكسار المطلق للوسط دائما اكبر من الواحد الصحيح. ليه دايما اكبر من الواحد؟ قول له لان اصلا معامل الانكسار المطلق للوسط معناه النسبه بين سرعه الضوء في الهواء الى سرعه الضوء في الوسط، وسرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعه الضوء في اي وسط تاني، عشان كده الناتج بتاع ده هيبقى دايما اكبر من الواحد. ماشي يا بطل؟ طيب كده فهمت دي؟ لما الضوء ينتقل من الزجاج اللي هو معامل الانكسار المطلق بتاعه كبير رايح ناحيه الهواء اللي انكساره قليل، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الشعاع الضوئي هينكسر مبتعدا عن العمود المقام وزاويه السقوط هتبقى قليله. اما يا بطل لو انا عندي اخر مثال، عندي ده هواء او عندي هواء عادي، تمام، وزجاج. لو الشعاع الضوئي يا جميل سقط كده اهو، سقط كده من الهواء على الزجاج بشكل عمودي زي ما انت شايف، فاللي هيحصل ان الشعاع ده يا جميل هينفذ على استقامته دون ان يعاني انكسار. فالشعاع الضوئي يا جميل هينفذ على استقامته دون ان يعاني انكسار لو هو سقط عمودي. فالشعاع الضوئي يا جميل مش هينكسر طالما سقط عمودي زي ما انت شايف، مش هينكسر، لازم يكون مائل، لازم يكون مائل زي ما انت شايف. خلاص؟ وهنا زاويه السقوط زاويه الانكسار بصفر. خلاص؟ مفيش انكسار اصلا. ماشي يا جميل؟ فممكن في الامتحان يقول لك ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عموديا على زجاج مثلا، زجاج شفاف او وسط شفاف. قول له هينفذ على استقامته دون ان يعاني انكسار. اتفقنا؟ طب ليه امتى هيعاني انكسار؟ لما يسقط بشكل مائل. مائل يعني يعمل اي زاويه غير ال90. لو انا عندي ميه، ده حوض ميه عادي، تمام، حوض فيه ميه. دلوقتي يا جميل الحوض ده مثلا لو فيه جنيه، قطعه نقود جنيه مثلا. دلوقتي يا جميل لو انا هبص على الجنيه ده، هبص على قطعه النقود الجنيه ده، هو انا اصلا شرحنا بشوف الحاجات ازاي؟ بنشوف الاشياء ازاي؟ بنشوف الاشياء عن طريق ان الاشعه الضوئيه بتسقط على الشيء
بعدين بتنعكس منه وتسقط على عيني، فانا بشوف الشيء ده او الحاجه دي. طبعا احنا شرحنا الكلام ده. المهم دلوقتي كده يا جميل، قطعه النقود دي في اشعه ضوئيه جايه منها. انا عندي ده حوض ميه، ده كده ماء وده كده هواء. فالاشعه الضوئيه اللي جايه من قطعه النقود ده جميل لما تنتقل من الميه للهواء، يعني هتغير مكانها، هتغير الوسط من الماء الى الهواء، كده هتغير الوسط، فسرعه الضوء هتقل صح؟ او عفوا سرعه الضوء هتتغير مش هتقل، سرعه الضوء هتتغير صح؟ ايوه فعلا هتتغير، لانه الضوء هينتقل من الميه للهواء. وساعتها يا جميل احنا لسه شارحين الكلام ده من دقايق، ساعتها احنا عارفين ان معامل الانكسار المطلق للهواء اقل من معامل الانكسار المطلق للميه. فكده الضوء، ركز، الضوء رايح لمكان معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل. الضوء رايح لمكان معامل الانكسار المطلق بتاعه قليل، فزاويه السقوط هتبقى قليله، اما زاويه الانكسار هتبقى كبيره. والشعاع الضوئي ده هينكسر مبتعدا عن العمود المقام، يعني هينكسر مبتعدا كده اهو، هينكسر كده اهو زي ما انت شايف، ده كده كان العمود المقام. فكده اللي حصل يا جميل، اللي حصل يا جميل، هقول لك انت هتبص منين دلوقتي حالا، خلي اللي عندي بس دلوقتي كده. اللي حصل ان الشعاع الضوئي ده كان ماشي في امان الله، بس لقي نفسه هيغير الوسط اللي كان فيه، غير الميه لهواء. يعني دلوقتي كده الضوء رايح لوسط معامل الانكسار المطلق بتاعه اقل، وبالتالي هينكسر مبتعدا عن العمود المقام اللي هو ده زي ما احنا وضحنا. تمام؟ فتيجي بقى انت لما تيجي تبص لقطعه النقود ده يا جميل، لما تيجي تبص لقطعه النقود ده يا جميل، في الحقيقه انت هتشوف امتداد الشعاع الضوئي المنكسر ده. يعني ايه؟ يعني الشعاع الضوئي المنكسر ده لو عملت ليه امتداد في الميه كده اهو، انت بقى بتشوف الامتداد ده، فهتشوف قطعه النقود اللي في الميه دي في مكان غير مكانها. يعني اصلا الجنيه ده في الميه في المكان ده، لكن انت لما تبص في الميه هتشوفه في مكان تاني، هتشوفه في مكان اقرب اصلا من اللي هو فيه. اشمعنى؟ لان العين لما بصت شافت امتدادات الاشعه الضوئيه المنكسره واللي جايه من النقود دي. انت فهمت؟ ده كله عشان اقول لك هو ليه ممكن ابقى اعمل التجربه دي مع نفسك برضو. لو انت واقف في البسين ممكن اصلا تبص على رجليك وانت في البسين، هتحس ان رجليك قريبه، تحس ان انت قصير. حط جنيه كده في البسين لما يكون في منطقه عاليه هتعرف تشوف فيها، حط جنيه هتحس ان الجنيه قريب قوي. طب مد ايدك كده وهاته، هتلاقي الجنيه تحت خالص، هتلاقي اصلا انت كنت شايفه قريب بس هو بعيد. اشمعنى ده حصل؟ بسبب بقى اللي انا قلته لك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جميل ان الاشعه الضوئيه الصادره من الجنيه او من الوسط او من الجسم ده، الاشعه الضوئيه الصادره من الجسم ده بتنكسر مبتعده عن العمود المقام اللي هو ده. فترى العين امتدادات الاشعه المنكسره، امتداداتها دي المنكسره خلاص. فترى الشيء في غير موضوعه، او ترى قطعه النقود دي في غير موضعها. خلاص. نفس الكلام على فكره لو انت جبت كوب من الماء وحطيت فيه قلم، حط فيه قلم مثلا رصاص، هتلاقي يا جميل ان القلم ده هتحس ان هو مكسور، تحس ان القلم ده مكسور. ليه بقى؟ القلم ده يا جميل اهو، هتحس ان هو عامل كده اهو. خلي بالك القلم في جزء منه في الهواء عادي وفي جزء في الميه. اللي حصل يا جميل، بعمل التجربه دي مع نفسك هتلاقي فعلا ان القلم تحس ان هو مكسور كده. ليه بقى بتشوفه كده تحس انه مكسور؟ لان الاشعه الضوئيه الصادره من الجزء المغمور في الميه اللي هو ده بتنكسر بنفس الطريقه مبتعده عن العمود المقام زي ما وضحت لك. خلاص، بتنكسر بدرجه مختلفه عن الاشعه الضوئيه اللي جايه من جزء القلم ده. فانت لما تبص هتشوف ده غير ده، لان الاشعه اللي جايه من ده غير الاشعه اللي جايه من الجزء ده. فهمت؟ فاذا يا جميل بنشوفه ان هو مكسور لان الاشعه الضوئيه الصادره من الجزء المغمور في الميه المحطوط في الميه، الاشعه دي بتنكسر مبتعده عن العمود المقام، فالعين بتشوف امتدادات الاشعه المنكسره دي. ماشي يا بطل؟ طيب لو انت عايز تشوف قطعه النقود دي في مكانها الصح هتشوفها ازاي؟ تبص بشكل عمودي. لو انت بصيت بشكل عمودي هتشوف الحاجه في مكانها الصح فعلا، مش هتشوفها قريبه ولا حاجه. فانت لو حطيت جنيه في البسين وعايز تشوفه في مكانه الصح بص بشكل عمودي، مش تبص كده بشكل مائل. تفهم كده؟ انا ببص بشكل مائل، كده بشكل عمودي، كده بشكل عمودي مثلا. اتفقنا يا ابطال؟ طيب نفس القصه برضو يا جميل في ظاهره اسمها ظاهره السراب.
ظاهره السراب ده جميل لو انت ماشي في طريق في طريق صحراوي في منطقه صحراويه، وبتبص كده على في مثلا نخل في مكان بعيد، او في حتى لو في سيارات في اماكن بعيده. المهم ان انت هتلاقي ان النخل ده هتحس وانت بعيد، هتشوف كأن في النخل ده مقلوب وهو اصلا موجود في ميه. يعني هتحس ان النخل يا جميل هتشوف صورته مقلوبه على مسطح مائي. هو اصلا مش كده، لما انت تقرب منه بالعربيه مش هتشوفه كده، هيبقى طبيعي النخل مثلا اهي هتشوفها بشكل طبيعي لما انت تقرب. لكن من بعيد من بعيد، يمكن اغلبكم شاف القصه دي من بعيد، هتشوف انت مثلا هنا هتشوف ان النخله دي يا جميل مقلوبه على مسطح مائي، مقلوبه في ميه هنا. اشمعنى ده؟ اشمعنى ظاهره السراب دي بتحصل؟ ببساطه خالص يا جميل، لان في وقت الصيف او في الصيف بشكل محدد بيكون الهواء في طبقات سخنه وطبقات اسخن وطبقات اقل في السخونيه. انت فاهم؟ يعني درجه حراره طبقات الهواء مختلفه، درجه حراره طبقه الهواء دي غير الطبقه دي غير الطبقه دي، وبالتالي بيحصل بقى انعكاسات وانكسارات معينه للضوء. فالانعكاسات والانكسارات اللي بتحصل دي بتخلي يحصل ظاهره السراب. يعني ايه ظاهره السراب؟ دي ظاهره طبيعيه بتحصل جدا. بتحصل امتى؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ في وقت الصيف تحديدا، في وقت الظهيره. خلاص، هو ده انسى وقت بتحصل فيه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتجعلنا نرى الاجسام وكانها مقلوبه على مسطح مائي، كأن النخلة مثلا أو الجسم مقلوب في مية. إيه السبب؟ السبب وجود طبقات من الهواء مختلفة في درجة الحرارة تؤدي إلى حدوث انعكاسات وانكسارات مختلفة للأشعة الضوئية، فتؤدي إلى حدوث تلك الظاهرة. ماشي جميل؟ ده بالنسبة لجزء انعكاس وانكسار الضوء. وكده يبقى شرحنا كل تفصيلة في الدرس ده، يعني من الألف للياء زي ما بيقولوا. الحمد لله. وكمان قلنا أهم الأسئلة اللي ممكن تجي لك، يعني مش بس شرحنا وخلاص، لا احنا شرحنا وقلنا كمان الأسئلة اللي ممكن تجي لك ازاي. فيا ريت بقى يعني الموضوع واقف ان انت تذاكر وتشد حيلك اكتر واكتر. واحنا ان شاء الله بننزل برضو، هننزل باقي الشروحات وهنحاول ننزل أسئلة برضو بإذن الله. وفي ثالثه اعدادي برضو هنستناكم وننزل كتير قوي، ومش هتغيروا بقى من حد عشان تبقى انتوا اكتر ناس بينزل لكم السنه الجايه ان شاء الله كثالثه اعدادي. واشوفكم الحصص القادمه. لو انت استفدت ما تنساش تشاركوا مع اصحابك، يعني رجاء عشان يستفيدوا زي ما انت بتستفيد. ويبقى اكتب تعليق عرفنا وصلت لحد فين وفهمت ولا لا. وشكرا لكم، السلام عليكم.